خلينا ناخدك صديقي المشاهد لسنة 1973. وقتها كانت حرب أكتوبر على وشك إنها تبتدي، والبلد كانت في حالة تأهب شديدة، ومن 67 وأجواء البلد كلها مش ولا بد. والترند في الكام سنة دول كان عن النكسة وحرب استنزاف والجيوش وخلافه، وما كانش فيه طفل أو شاب صغير تسأله نفسك تطلع إيه لما تكبر إلا وهيقول لك ظابط، والمختلف فيهم هيقول لك دكتور ظابط علشان أخدم في الجيش. وواحد من الأطفال دول كان خالد الصاوي، اللي كان مقرر إنه يكون ظابط زي بقية جيله تأثرا بأحوال البلد وقتها. لكن لما كبر شوية ووصل لثانوية عامة بدأ يفهم الدنيا أكتر، وبدأ يفكر في السياسة أكتر. ايه اللي ورا اللي بيحرك بقى الجيوش الحاجات السياسيه، فابتدت السياسه تشغلني. فقرر انه يدخل كلية الحقوق عشان يكون مستقل ويقدر يشارك ويعمل اي نشاط سياسي، ودخل فعلا كلية حقوق وشارك في حركات سياسية. شاركت في حركات كتير، حركات سياسيه وحركات وتحت الارض وفوق الارض وكل حاجه، لحد ما خبط في مسرح الجامعة واتغيرت وجهة الصاوي للفن والتمثيل. ونشأته في عيلة مختلفة، والناس اللي ربوه من ثقافات مختلفة كان ليهم دور كبير في تكوين شخصيته. بيحكي الصاوي ان الحاجة الوحيدة اللي كان بيقعد علشانها وهو طفل هي حكاية الحواديت. واللي كان بيحكي له حواديت مين بقى؟ جدته الأولى من المنيا، وجدته الثانية من الظاهر، والدادة اللي شاركت في تربيته ومقام جدته الثالثة واللي كانت من اسكندرية وتحديدا من محرم بيه. المهم ميكس الثقافات المختلفة ده من الصعيد للقاهرة واسكندرية، الحواديت الأرستقراطية ومزجها بالحواديت اللي من خلفيه شعبيه، عملت كوكتيل في دماغ خالد الصاوي. بالاضافه انه كان طفل شقي جدا ومتمرد ومغامر ومثقف ودايما بيفكر خارج الصندوق. ثانيا كسرت بقى ازاز كتير في المدرسه عند مرحله اشعال الحرائق وقفت. ودي نفس الشخصيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ما اتغيرش كتير. خالد الصاوي يعتبر طفل كبير دخل في صراعات نفسيه مع نفسه، لدرجه انه بعد ما اتخرج وبدا يشتغل في الفن قرر انه يدرس في كليه اداب علم نفس، لكن المره دي مش عشان ياخد شهاده، لا، بس فلسفه. انا دخلت مش عايز منها اي حاجه خالص، ولا درجات ولا بتاع، عايز احسن قرايتي انا في الفلسفه على منهج، لانه بقت الافكار كبيره قوي قوي، بقى الايمان والالحاد والشيوعيه والبتاع الراسماليه الصاوي اتحرم من نعمه الخلفه، لكن عوض ده بانه ربى 10 كلاب في بيته واتعلق بيهم جدا، لدرجه ان لما كلب منهم مات اتمنى يقابله في الجنه من كتر ما اتعلق بيه. يعني من امنيات حياتي يا رب بقول لو ليا نصيب في الجنه اجمعني بيه، لانه بحبه حب. بص، صعب قوي لو انت بتحب الفن والتمثيل والسينما تكون ما بتحبش خالد الصاوي، وده لانه ممثل مختلف عنده رؤيه ودايما بيلعب بره الصندوق وطاير بره سما اللي حواليه. وفي عالم السينما عموما في نجوم بيعتمدوا على وسامتهم ونجوم تانية بيعتمدوا على موهبتهم، لكن الصاوي هو النجم اللي بيعتمد على جنونه، الراجل اللي كل ما هتشوفه على الشاشه هتحس ان في طاقه انفجاريه مستنيه انها تتحرك. عبقريته مش بس انه ممثل شاطر، لكن في انه بيدخل جوه اعماق الشخصيات اللي بيلعبها. خالد الصاوي من اجرأ ممثلين في مصر ان ما كانش اجرأهم، واكترهم اختلاف وتنوع. عمل الضابط، الراجل الشعبي والرخم والشاذ والعبيط والمغني والصعلوك والشيطان، وكل شخصيه فيهم بيلعبها بتفرد تام، مختلفين تماما في كل التفاصيل عن بعض. بلد بقت كلها حراميه، كلها حراميه. عشان كده قال عنه الكاتب العظيم صلاح منتصر في مقالته الفنانون خالد الصاوي. الصاوي بعد ما اتخرج في كلية الحقوق درس في معهد سينما قسم إخراج، وعمل فرقة اسمها الحركة سنة 1989 كان فيها بيخرج وبيألف وبيمثل. أنا أحب الإهرامات والسكر النبات وحتى البكابورتات والفول والطعمية. واشتغل بعدها مساعد مخرج في أكتر من عمل، أشهرهم فيلم سيداتي أنساتي إخراج رأفت الميهي، وأول دور يمثله كان في فيلم درب الرهبة سنة 1990. دخلوا عليكم الشقة، كانت عليها مختلية مع زبون في أوضة النوم، وأنت كنت في حالة سكر وشبه عارية. وبعده عمل ادوار صغيره في فيلم زي قشر البندق والقانون لا يعرف الحب والحب في الثلاجه. ورغم انه اشتغل وبدا يتعرف من خلال ادوار كتير عملها زي الباشا تلميذ وابو علي وغاوي حب وظرف طارق، لكن فضل شاكك في موهبته كل ده، وحاسس ان التمثيل مش بيحبه زي ما هو بيحب التمثيل. صدق بالله انا اول مره اقول لنفسي مثلا انا ممثل جامد او انا ممثل كويس او الظاهر ان انا ممثل جامد زي ما بيقولوا كان بعد يعقوبيان. عمارة يعقوبيان الصاوي فيه تحدى نفسه وتحدى كل الكلام اللي اكيد كان هيتقال عنه بعد ما يعمل الدور، والدور كان صعب لدرجه انه اتقال ان في فنانين كبار رفضوه واشهرهم محمود حميده. لكن الصاوي بتركيبته ودماغه اللي دايما بتوديه للتحدي والمغامره والخروج عن المألوف بيقرر انه يلعب الدور. وزي ما خسر جزء من الجمهور اللي مش بيفرق بين الممثل في حياته الشخصيه والادوار اللي بيمثلها، لكن نجح كمان في انه يعمل دور صعب وعمله بافضل شكل ممكن، واخد عنه جوائز كتير، وقدر انه يتميز وسط مجموعه نجوم زي عادل امام ونور الشريف وخالد صالح ويسرا. ده غير ان الدور غير وجهة نظر المخرجين عنه اللي كانوا حاصرينه قبلها في دور الضابط او الراجل القوي اللي دايما بيزعق ويخبط. ده مين اللي رابطه معاك؟ ازاي زعلان ليه؟ بتبص كده ليه؟
قبل يعقوبيان وبعده الصاوي عمل ادوار كتير حلوه، وفي كل دور فيهم هتلاقي له جمله قالها معلقه معاك لحد النهارده، زي نائب رئيس الجامعه في الباشا تلميذ. انا مش قلت لك احنا هنا اسره في بعضينا ليه يا بسيوني؟ وفادي في ظرف طارق. ومبروم على مبروم ما يرولش. يا مان واطي انت. طروق بموت فيك والله. ودكتور سليمان الحلبي في كده رضا. طب يلا ان شاء الله اموت بهواك ان شاء الله، ده كتير عليا الحب ده والله. لكن من الادوار اللي زادت من شعبيه الصاوي وتعتبر من علاماته في السينما دور زينهم في فيلم الفرح. اول دور شعبي يعمله خالد الصاوي، شخصيه معقده وعنده صراع نفسي كبير في اغلب اوقات الفيلم في انه يكمل الفرح اللي هو اصلا جمعيه، والمفروض انه هيلم منه فلوس يجيب بيها الميكروباص اللي هيحل له مشاكله، وما بين انه يلغي الفرح عشان امه اللي ماتت. اداء وانفعالات وتجسيد الشخصيه واقعي لدرجه العالميه، وبيعيش في الدور بشكل غير عادي. ايه هو اللي فيه ايه؟ كل ما اجيب رقصه تقول لي مش رقصه. طب استهدى بالله استهدى بالله، وانت كمان يا نوج استهدى بالله وقوم اقلع هدوء. ومن الادوار اللي كانت مش بس نقطه تحول في مشوار الصاوي، لكن كانت نقطه تحول في ادوار الرعب والغموض في السينما المصريه، هو دور شريف الكردي او نائل في فيلم الفيل الازرق. خالد الصاوي من كتر ما لبس الشخصيه لبسته بجد تقريبا. في ناس باختصار كان تجربه عكننت عليا حياتي لفتره طويله. انا ومراتي احكي لك قصه مش هتصدقيها. ايه؟ ظهر وضربته وضربنا بعض وكسرنا المكتب بس. لا والله. الصاوي اتقن الدور لدرجه انه يخليك تسال نفسك هو شريف ده فعلا ملبوس ولا ده مجرد خلل نفسي. الطريقه اللي كان بيحكي بيها عن الاحداث ونبره صوته اللي كانت بتنتقل بين الهدوء والانفجار خلت الشخصيه معقده ومخيفه من غير ما نضحك عليها زي باقي ادوار الرعب المصري اللي كانت بتموتنا من الضحك. اوعى تنام يا. وعموما الصاوي شارك في اعمال كتير، ولو هنتكلم عن كل ادواره محتاجين يوم كامل، لكن اللي انا عايز اقوله ان خالد الصاوي ممثل مصري من القلائل اللي وانت مغمض كده هتبقى عارف ان دوره حلو حتى لو بيشارك في فيلم هابط، واللي بينطبق عليه مقوله يوسف وهبه مبعوث العنايه الالهيه لانقاذ فن التمثيل. عارفة أحلى حاجة فيكي إيه؟ إنك تساوي عينين بتيجي فيه. قمر ده اللي تتساوي بيه. يلا يلا معايا. طب يلا إن شاء الله أموت بهواك إن شاء الله، ده كتير عليا الحب ده والله، هتلاقي أفضل من كده إيه؟ طب يلا إن شاء الله أموت بهواك إن شاء الله. ما بلاش نتعود كده على بعض، احسن لو ضعنا في يوم من بعض.